والله العظيم احلى اكل كلناه النهارده. ولاد الأكابر شكلهم كده مش ناويين يجيبوها البر، وكذلك الحال للحاج صبحي كابر. كل طرف منهم بيجهز نفسه على الآخر. إيه اللي بيحصل بالظبط بين صبحي كابر وأولاد الأكابر؟ وإيه حكاية النجوم الكبار اللي بيزوروا المطعم اليومين دول؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. لكل اللي كانوا فاكرين ان حكايه صبحي كابر واولاد الاكابر خلصت، انتوا غلطانين. الحكايه اتضح انها لسه في بدايتها ومليانه مفاجآت من العيار التقيل. مطعم صبحي كابر اللي كلنا عارفينه وعارفين شهرته دخل في دوامه واتغير اسمه لاولاد الاكابر، وده كان مجرد بدايه لفيلم طويل مليان دراما، زيارات مهمه واتهامات متبادله بين الاطراف. الزياره الاولى كانت من النجم محمود الليثي. النجم محمود الليثي قرر يزور المطعم الجديد واصحاب المطعم الجداد أولاد الإمام، والزيارة دي كانت عملت شغل عالي جدا هناك. مش بس كده، دول شغلوا له هناك أغنيته الشهيرة اللي بعني براحته كان بتاع مصلحته. طبعا الأغنية دي خلت البعض يربطها بالمشاكل اللي حصلت بين أولاد الإمام أصحاب المطعم الجديد والحاج صبحي كابر. يعني تخيلوا المشهد، الليثي في قلب المطعم وكل الناس حواليه بيغنوا ويفرحوا معاه. الفيديو انتشر على السوشيال ميديا وعمل ضجة كبيرة، والناس بدأت تتكلم وتقول هل كان في رسالة مخفية في الأغنية؟ انتم قولوا رأيكم في الجزئية دي في التعليقات. الزيارة التانية بقى كانت للنجم مصطفى حجاج. مش بس محمود الليثي، ده كمان المطرب مصطفى حجاج قرر يظهر دعمه وزار المطعم هو كمان. الزيارة كانت كلها مودة وحب، وتم تصوير فيديو تم نشره على السوشيال ميديا. الفيديو أثبت إن مصطفى حجاج صديق مقرب لأولاد الأكابر، وإن مكانهم مش بس بيستقبل نجوم لكن كمان بيدخل قلوب الناس بسهولة. وأصحاب المطعم أكدوا إنهم سعداء جدا بزيارته ودعمه. تالت حاجة بقى كانت زيارة خاصة جدا من رجل الأعمال الكويتي عبد الله الفيصل. رجل الأعمال الكويتي عبد الله الفيصل صاحب مطعم صبحي كابر في الكويت عمل زيارة تاريخية لفرع مصر. الاستقبال كان ملكي بكل المقاييس، وأصحاب المطعم شكروا الفيصل على دعمه المستمر لمكانهم. الفيديو اللي اتصور خلال الزيارة كان مليان مشاعر وظهر فيه امتنان كبير. من ضمن المفاجآت زارهم الأستاذ رامي الرفاعي صاحب سلسلة مطاعم حواوشي الرفاعي، والزيارة كانت تاريخية بمعنى الكلمة. أصحاب المطعم الجديد شكروا رامي على دعمه وزيارته اللي أكدت إنهم مكملين في الطريق. وبعد كل ده خلونا نروح للحاج صبحي كابر نفسه وحكايته هو كمان. الحاج صبحي كابر أعلن إنه هيعمل مطعم جديد في أكتوبر ومحلات لحمة فروض الفرج، وده بعد المشاكل اللي حصلت بينه وبين أولاد الإمام. الكلام ده حصل بعد ما الطرفين اتهموا بعض بالنصب. أولاد الإمام قالوا إن صبحي خد منهم الخط الساخن والصفحة الرسمية للمكان، أما صبحي فاتهمهم إنهم استغلوا زنقته واشتروا المكان بسعر قليل. نيجي بقى للجمهور. بعض الناس على السوشيال ميديا بتقول إن المطعم اتأثر فعلا بعد تغيير الاسم، لكن كان لفترة مؤقتة. ومع الزيارات اللي بتحصل من نجوم زي محمود الليثي مصطفى حجاج، المكان بدأ يستعيد قوته والجمهور بدأ يتفاعل مع الاسم الجديد. دلوقتي السؤال اللي الكل بيسأله، هل كبابجي الأكابر هيقدر يثبت نفسه بعيد عن اسم صبحي كابر؟ وهل الحاج صبحي هيعمل خبطة جديدة بمطعم أقوى وأكبر؟ قولوا لنا في التعليقات انتوا مع مين، صبحي كابر ولا أولاد الإمام؟